عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، النهارده يا حبايبي هنحل بعض تدريبات كونكت جيم مادة اللغة الإنجليزية اللي هو الوحدة التانية يا شباب، صفحة 94 و 95 و 96 في لاب كونكت جيم. وأقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم بالتوفيق. هنحل يا أولاد توديه النهارده ستودنتس بوك كورنر خاص بالستودنت بوك، وده عبارة عن التدريب الأولاني ماتش ذا ووردز تو ذير مينينج. نمبر 1 بي فريندلي، هتبقى نايس تو اذرز هيلبفول، الودود دايما طيب وايه ولطيف مع الاخرين، يبقى ايه هتبقى بي. نمبر 2 شاي، هتبقى رقم اف، الخجول دايما ورد about talking to people quiet. نمبر 3 كليفر، هنختاروا لها دي، الماهر دايما انتليجنت ذكي وجود ات سكول وورك، دايما نبيه وشاطر في العمل المدرسي. نمبر 4 بولايت يعني مؤدب، هنختار لها جي، المؤدب دايما speaks carefully and correctly sure speaks. المؤدب دايما يا اولاد بيظهر ان هو بيهتم بالكلام ويراعي مشاعر الاخرين واللي بيظهر الاحترام. نمبر 5 ميسي اللي هو عباره عن ملخبط او حاجه فوضوي، يبقى نقول عليها نمبر ايه هتبقى not tidy or organized، ولا منظم ولا مرتب ولا منظم. نمبر 7 nervous، شخص لما يبقى nervous كده عصبي نختار لها رقم اي. not calm ولا هادي، وبيبقى دايما يا اولاد ورد. طيب question نمبر 2 complete the sentences، وهنكمل يا اولاد من ضمائر الوصل who which or where. نمبر 1 who، نمبر 2 which، نمبر 3 where، نمبر 4 which، نمبر 5 where. التدريب اللي بعد كده، وده تدريب يا اولاد على ازاي نضيف للصفه اي دي للاشخاص واي ان جي للاشياء. نمبر 1 surprise، نمبر 2 bored، نمبر 3 exciting، نمبر 4 interested، نمبر 5 tired، نمبر 6 surprising. طيب شلنا ده listening يا اولاد. نمبر 1 pit اللي هو رقم سي، نمبر 2 calm اللي هو رقم دي هادئ، نمبر 3 independent اللي هو رقم بي، نمبر 4 happy. question نمبر 2 choose the correct answer. نمبر 1 intelligent، نمبر 2 runs اللي هو رقم بي، نمبر 3 scared خائف، نمبر 4 track اللي هو رقم دي. كوتشا نمبر 3، وهنكمل يا اولاد الفراغات من اللي مراد. نمبر 1 shy خجول، نمبر 2 shout، نمبر 3 shared، نمبر 4 helpful. ودي عبارة عن choice وانسر. نمبر 1 modern، نمبر 2 playground اللي هو الملعب، نمبر 3 physical education. question نمبر 4 وده انسر. but how many laboratories are there in the school؟ كم عدد المعامل اللي في المدرسة؟ there are، يبقى الإجابة الصحيحة there are 2 laboratories، في معملين. نمبر 5 summarize the text in 2 sentences، لخص القطعة والنص في جملتين. نمبر 1 لمس school is new and modern، مدرسة لما جديدة وحديثة. نمبر 2 there are many modern buildings in her new school، يوجد عديد من المباني الحديثة في مدرستها الجديدة. وده يا ولاد التدريب اللي جاي put the words in the correct order. عايزين نرتب الجمل دي. تابعوا يلا معايا. this is the place where students study science. this is the place where students to school. كلنا يا اولاد فاكرين اول يوم لنا في المدرسه واحنا رايحين وخايفين وقلقانين.
how did you feel كيف شعرت who helped you. نبدأ نسيب فراغ. نمبر 1 I moved to a new school last month. أنا انتقلت إلى مدرسة جديدة الشهر الماضي. I was very nervous and shy on the first day at school. أنا كنت متوتر وعصبي وخجول في أول يوم في المدرسة. My friend Lara صديقتي لارا helped me ساعدتني to know the school لكي أعرف المدرسة. She took me around the school خدتني في جولة حوالين المدرسة. She stayed with me at break أقامت معايا في الفسحة قعدت معايا عشان تطمني. She shared me her books خلتني أشارك الكتب بتاعتها وأبص فيها. She is very kind هي طيبة. نشوف بقى الجزء الخاص سيركت ذا اود 1 أو ضع دائرة حول الكلمة المختلفة وده تمرين عايزين نطلع الكلمة المختلفة يا أولاد. نمبر 1 funny وطبعا احنا عارفين ليه ان كلهم أماكن ما عدا للصفة. نمبر 2 share لأنهم كلهم الصفات ودي عبارة عن فعل. نمبر 3 kind كلهم أفعال ما عدا kind صفة. نمبر 4 white اللي هو أبيض لأنهم كلهم ضمائر الوصل ما عدا وايت أبيض لون. نمبر 5 excited طبعا كلهم بيصفوا أشياء ما عدا ديت منتهى بإيديه تصف أشخاص أو إيه بشر يعني. نمبر 2 read the following message دي قطعة يا أولاد. نمبر 1 school. نمبر 2 stay. answer عايزين نجاوب على الأسئلة دي ونطلعها من القطعة. How was سلمى on her first day at school. سلمى كانت عاملة في إيه؟ حالها إيه؟ أو حالتها إيه؟ في أول يوم في المدرسة. يبقى الإجابة she was very nervous and shy. كانت خجولة كانت متوترة وخجولة. نمبر 4 how did Lara help سلمى. لارا كيف لارا ساعدت سلمى. الإجابة she helped her to know ساعدتها تعرف ذا سكول المدرسة وطبعا البليسز كلها. نمبر 5 how does سلمى feel now كيف سلمى تشعر الآن. she feels happy تشعر بالسعادة. كوتشا نمبر 3 ودي عبارة عن بقى إيه باراجراف. رأيتها باراجراف of 5 جمل يا أولاد عن إيه cats are the best pets. القطط دي أفضل حيوانات أليفة كلنا بنربيها في بيوتنا طبعا وانتوا عارفين يا أولاد. هنبدأ نسيب فراغ وجايب لي جايدنج ووردز كام كلين هادئ ونظيفة. شارب كلاوس لها مخالب حادة. اندبندنت مستقلة بنفسها تعتمدش على الغير تعتمد على نفسها. سوفت فيور فار وناعم. نسيب 2 سم يا أولاد ونبدأ الباراجراف. Cats are the best pets. Cats are the best pets. القطط يا أولاد أفضل حيوانات أليفة. They are calm and clean. هي هادية ونظيفة. They have sharp claws. لها مخالب حادة. But they are nice. But they are nice. ولكن هي جميلة وظريفة. They are independent animals. هي حيوانات مستقلة بتعتمد على نفسها. They have soft fur. لها فرو ناعم. I like cats very much. الحمد لله خلصنا تدريبات يونت 2. أقول لكم بالتوفيق يا حبايبي وأقول لكم مع السلامة.